غدا كاين ماتش ماشي عادي في نصف نهائي كأس العالم 2026. الأرجنتين ضد المنتخب الإنجليزي. بالنسبة ليك هذه غتكون قمة كروية، ولكن في التاريخ والسياسة هذه تصفية حسابات قديمة وخامجة بزاف. الصداع كله بادي من واحد الأرخبيل ديال الجزر سميتو الفوكلاند عند الإنجليز، والمالفيناس عند الأرجنتينيين. جا حدا الأرجنتين ب500 كيلومتر وبعاد على لندن ب13,000 كيلومتر، ومن 1833 وبريطانيا محتلاهم صحة. في 1982 ناضت حرب حقيقية دامت بيناتهم 74 يوم بسبب هاد الجزر. حرب سالات بانتصار بريطانيا وبجرح كبير بقى محفور في قلوب الأرجنتينيين إلى اليوم هذا. داكشي علاش في كأس العالم 1986 الماتش الشهير بيناتهم ما كانش مجرد كرة. مارادونا باليد ديالو والبيت الأسطوري رجع كبرياء الشعب كامل ودخل التاريخ كبطل قومي انتقم لبلادو كرويا. والغريب ان هاد جوج منتخبات خصوم تاريخيين ولكن كيتلاقاو في موقف واحد، وهو دعم الكيان الصهيوني. بريطانيا هي اللي ولداتو بوعد بلفور، والأرجنتين اليوم مع الرئيس ميلي ولات من أكبر الداعمين ليه في أمريكا اللاتينية، حيث عندها جالية يهودية ضخمة. غدا غيتلاقى ميسي في آخر مونديال ليه ضد جيل إنجليزي مرعب بقيادة جود بيلينغهام وهاري كين. شكون اللي كتظنوا غادي يحسم هاد الملحمة التاريخية ويمشي النهائي؟ خليو توقعاتكم في التعاليق، وتشاو ونشوفكم في فيديو جديد.